ايوا راه كتجي غير في الوالدين كما كتشوفوا معايا قدام قصر العداله بالرباط كيتسناو ولادهم شحال غتعطيهم المحكمه من عام. داكشي اللي وقع في المباراه ديال الجيش والرجاء داكشي كامل كيمشي وكيعاود يتصلح، ولكن انت المشكله الكبيره غتفقس والديك. العذاب الوحيد هما ما غيبقاش يديهم النعاس بسبب هادشي اللي درتي. ضيعتي حياتك، ضيعتي شبابك على والو. يلا على وديت بوله في قرعه غضرب 10 سنين من والو. صحابكم دابا هادشي اللي درتو رجله ماشي رجله. تعذبوا والديكم، عطيتو صوره خايبه للبلاد. براني وصلوا هادشي اللي درتو كنعاودو نرجعو كتجي في الوالدين، حيت الا درتي شي حاجه راه كتستاهل العقوبه. المخزن راه ما كيظلمش. كاين اللي غايقول لك علاش الجزائر عطاوه 3 شهور، هذيك غير تصرفيقه باش المره الجايه ملي غادي يعاود يجي للمغرب غادي يعرف شنو كاين. وتخيل معايا مشجعين دابا بحال هاد الفيديو هذا نتوما شوفوا معايا. يلا ما عارفين الجمهور هاز جناو. يلا هادو واش غاديين يتفرجوا في الماتش ولا غاديين للحرب؟ هادشي علاش اللي واخد 10 سنين و5 سنين راه قليله. خص تكون عبره. هادي راه كتسمى غير تربيه باش الجيل اللي جاي غيعرف بلي ان كان واحد الجيل قبل منه راه تربى مزيان وما غاديش يعاود يطيح في نفس المشكل اللي طاحوا فيه الناس اللي قبل منه. يعني دابا من هنا لقدام كل واحد غادي يدخل الجمهور ديالو. يعني ما تجي عندي ما نجي عندك، حيت ما كنصوروا والو من هادشي. والعذاب الوحيد اللي حطيتيه فيه الوالدين ديالك هو ما بقاش يجيهم النعاس. هذاك اخيب عذاب وما تبغيه حتى واحد.